السنة سفينة نوح، كما قال الإمام مالك: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولهذا نجد كثيراً من سلف هذه الأمة ألفوا الكتب في السنة، ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة للمروزي، وكتاب السنة للمزني، وكتاب السنة للبغوي، وكتاب السنة للبربهاري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال، وغيرهم من علماء هذه الأمة. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، والعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال أحدهم: من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، فذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إذا اتبعت هو الهدى.